نتحول إلى محافظة الإسكندرية، حيث وقعت اشتباكات بين مواطنين ومسيرة مؤيدة للإخوان بمنطقة سيدي جابر، حيث تراشق الجانبان بالحجارة، كما سمع دوي طلقات خرطوش مما أسفر عن وقوع إصابات. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من الإسكندرية مراسلنا مجدي الرفاعي. مجدي، ما هي آخر تطورات المشهد في محافظة الإسكندرية بوجه عام؟ الحقيقة الإسكندرية اليوم تعرضت لعدد من المسيرات، عدد الاشتباكات ما بين مسيرات الإخوان المسلمين وبين الأهالي. كان أبرز هذه الاشتباكات منطقة سيدي جابر، حيث تبادل الطرفان ما بين الأهالي وما بين مسيرة الإخوان المسلمين إلقاء الأحجار فيما بينهم. أيضا سمع بعض طلقات الخرطوش، خاصة وأن مسيرة جماعة الإخوان كانت حقيقة لديها مكبرات للصوت، يعني كانت هذه المكبرات بتعلن عن تحريض شديد ضد الجيش المصري، وأيضا كانت هناك هتافات ضد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وعلى الجيش المصري، مما أثار حفيظة أهالي منطقة سيدي جابر، فبادلوهم إلقاء الأحجار، مما أسفر عن إصابة 8 أفراد. وتم القبض بواسطة الأهالي الذين قاموا بالقبض على عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بلغ عددهم حتى الساعة 7 مساء حوالي 24 عنصرا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى التحفظ على السيارة التي كانت تصاحب مسيرة الإخوان المسلمين بمنطقة سيدي جابر، والتي عثر بداخلها على عدد كبير جدا من المنشورات التحريضية ضد الجيش المصري وضد الشرطة المصرية. الحقيقة يعني كان هناك كول أمني مكون من الشرطة المصرية والقوات المسلحة، وأيضا بعض العناصر من القوات الصاعقة التابعة للبحرية، استطاعت فض هذه التظاهرة ومطاردة جماعة الإخوان المسلمين حتى كان يبعد كثيرا عن محيط منطقة سيدي جابر. كما تمكنت أيضا القوات الأمن التي دفعت بها مديرية أمن الإسكندرية بتعليمات واضحة من مدير أمن الإسكندرية اللواء عز الدين بمحاولة منع وصول المسيرات أو تجميع المسيرات التي انطلقت من شوارع عدة أو مناطق عدة في محافظة الإسكندرية لتجميعها في مكان واحد وهو كورنيش الإسكندرية، الذي كانت هناك حالة من الاستياء ما بين أهالي الإسكندرية وأيضا المصطفين في محافظة الإسكندرية من قطع طريق الكورنيش وأيضا الطرق الرئيسية المؤدية إلى طريق الكورنيش. الحقيقة يعني استمرت هذه المسيرات في بعض المناطق تبعد كثيرا عن كورنيش الإسكندرية الذي عاد للعمل بشكل ملحوظ حوالي الساعة 4:30 إلى 5، ولكن مسيرات الإخوان استمرت في الشوارع الداخلية. أيضا في منطقة شارع 45 بمنطقة العصافرة سمع أيضا دوية طلقات خرطوش أو طلقات رصاص، لم نستطع التبين بالتحديد، ولكن سمع دوية هذه الطلقات في هذه المنطقة. كانت هناك مسيرة تجوب الشوارع في منطقة 45 وبعض المناطق الأخرى في محافظة الإسكندرية، ولكن مع الساعة 6 بدأت هذه المسيرات في يعني الانفضاض تلقائيا مع بداية حظر السجونات. قوات الامن بمساعده قوات الشرطه المصريه وايضا قوات الجيش، القوات التابعه للبحريه، في فرض حظر التجوال بشكل صارم وشديد اليوم. شكرا لك مجدي رفاعي مراسل التلفزيون المصري من الإسكندرية على نقل هذه الصورة الكاملة على مدار اليوم.